تونس باش تعمل تي جي في. اي تي جي في اقوى من هكا برشا. راهو مش من بنزرت البنقردين كهو. احنا باش نعملوا تي جي في يمشي للجزائر وليبيا زادا كيف كيف. كمالا يجا نعملوا قايده باهيه مع بعضنا، وخلينا بالحق نفركوا هالرمانه متاع التي جي في. واول حاجه بربي هيت نصدموا عليها هي التكلفه. به خلينا من تونس باش يمشي تي جي في للجزائر ويمشي ليبيا، هي تعطينا اكا من بنزرت البنقردين اللي هي تجي حوالي 650 كيلومتر حسب التراسي متاع التي جي في اللي باش يتعدى ما بيناتهم الزوز. البنك الدولي هوني محدد ثلاثة اسعار متاع ثلاثة اصناف متاع قطارات. عندك القطار الاولاني اللي هو يمشي في سرعة 250 كيلومتر في الساعة، يعني مازلنا ما نحكيوش على حاجة تيران. به حدد السعر ما بين 14 مليون دولار و 19 مليون دولار الكيلومتر. التكلفة الكيلومتر اكاهو. توا هيت نحكيو على القطار السريع اللي يمشي بسرعة 350 كيلومتر في الساعة، الشينوازي اللي كيما في الصين هذاك. الكيلومتر الواحد ما بين 17 مليون و 21 مليون دولار الكيلومتر يا ابو قلب. الثالث وكان تحبوا عاد نحكيو على الهيلمان والفي اي بي الاستاندار متاع اوروبا زعما، فانه الكيلومتر الواحد ما بين 25 مليون دولار. تعرف حتى القديش؟ ال 39 مليون دولار الكيلومتر الواحد، والسرعة 300 كيلومتر في الساعة. هي برا نحسبوا بسعر الصرف الحالي متاع توا، وكالدولار يعطيك 2.93، ونطبقوه على هاللي ترواز اوبسيون الموجودين. كان باش نمشيو في اللوبتيك متاع لينيا اوت بيرفورمانس، موش تي جي في، كالتران اللي يمشي ما بين 200 و 250 كيلومتر في الساعة. فالتراسي متاعك اللي هو جاي ما بين 600 و 650 كيلومتر من بنزرت البنقردين، اضربهم في السوم اللي حكينا عليه متاع اللينيا اوت بيرفورمانس ما بين ال 14 مليون و 19 مليون دولار في الكيلومتر. طلع قداش يعطينا النتيجة؟ النتيجة بالدينار التونسي يا حبيبي تجيك ما بين 25 مليار دينار و 36 مليار دينار. تعرف شنو معناها؟ معناها 25 ألف مليار إلى 36 ألف مليار. هذا راهو نحكيو على ليني اوت بيرفورمانس، ما تخناش في التي جي في. ايجا خويا نمشيو اللي من بعده. اوبسيون 2 تاو متاع الشناوة تي جي في 350 كيلومتر في الساعة. باش ما نقعدش نعطيكم الارقام، نعطيكم ديريكت النتيجة بالدينار التونسي. تجي ما بين 30 مليار دينار إلى 40 مليار دينار، يعني 30 ألف مليار إلى 40 ألف مليار توانسة. باش نمشيو في الاستاندار زعما في اي بي متاع اوروبا كالقطار تي جي في سريع 300 كيلومتر في الساعة، فبالتونسي نلقاو رواحنا ما بين 45 مليار دينار إلى 75 مليار دينار، يعني 45 ألف مليار دو توانسة ل 75 ألف مليار دو توانسة يا ابو قلب. ولازمك تفهم يا حبيبي اللي نحكي لك عليه هذايا، راو هذه الاسوام متاع البنية التحتية كهو. راك مازلت ما شريتش الترينوات، راك مازلت ما بنيتش المحطات الكبرى، راك مازلت ما دخلتش فكا نزع الملكية، راك مازلت ما دخلتش في السينياليزاسيون، مازلت ما دخلتش في الدبوات اللي وين باش تحط فيهم الترينوات في كل بلاصة. راك مازلنا ما حكيناش لهنا على الفاتورة متاع الكهرباء، راهو مازلنا ما حكيناش عليهم هذوما جملة. راه على لي زانتيري كي باش تاخذ انتي سورمون دي كريدي هذا، والدراسات اللي باش تعملهم هذه راهي دي مونطون كولوسو حيد اخرين. راه من الاخر باش يبدا عندك المشروع هذا الكل كامل بمتزرة البنقردين بحشيش وبريشو باللي كنت نقول لكم فيه هذا الكل، راهو امبوسيبل تفكك. هذيا نحكي لك راهو بالشح وهكا بالكونت جود مستحيل تفكك من 60 مليار دينار توانسة، يعني 60 ألف مليار امبوسيبل اقل. ربي هات نتذكروا مع بعضنا ميزانية تونس 2026 قداش؟ 79.6 مليار دينار، يعني خلينا نقولوا 80 مليار دينار، 80 ألف مليار يا سيدي. وقلنا التكلفة نحكيت لكم المينيموم تاع المشروع هذا نحبوا نعملوه 60 مليار دينار، يعني 75% من ميزانية تونس ل 2026. بلاد فيها الدين العمومي توا حاليا 156.7 مليار دينار، ويمثل 83.4% من الناتج المحلي يا معلم. في 2026 هذا كهو عنا 23 مليار دينار لازم نرجعوهم ما بين أصل وفوائد. تخيل انت في المطلق راهو المشروع ما يتسميش مستحيل، خاطر راهي الدول
ما تخلصش مشروع تي جي في كاش على عام واحد ديريكتومون، ليه؟ مشروع ينجم يتقسم على 10 و15 سنة، تلقى تمويل دولي، تنجم تلقى دي كونسيسيون، تلقى البي بي بي زيد بارتناريا بوبليك بريفي، تلقى قروض ميسرة، تلقى تمويل خليجي، تلقى تمويل صيني، يعني الحلول موجودة. المشكل أنه في حالتنا نحن هذا باش يزيدك في المديونية، وفي الكونتر بارتي شنو ما اللي ميجا بروجي اللي عنا نحن في تونس، شنو ما اللي كاش فلو ديجاجي اللي انتي باش تتكى عليهم باش تنجم تصدم على حاجة عملاقة كيف من هكا، وشنو الترافيك اصلا اللي نحن عنا ما بين الولايات، وشنو المدخول الاقتصادي والاجتماعي اللي موجود مقسم على 24 ولاية باش تكون هذه أولوية تحط فيها انت مديونية قد هذه على راس كل مواطن وعلى راس الدولة التونسية. نزيدو نختصو به وزارة النقل متاعنا، تعرفوا قديش ميزانيتها في 2026؟ تقريبا 1.3 مليار دينار، وانا نحكي لكم على تكلفة متاع مشروع مينيمال 60 مليار دينار. معلم شوف الفرق، الميزانية متاع وزارة النقل تيات هي بيدها مفركوها، منهم 700 مليون دينار جوست باش تدعم بيهم مؤسسات النقل العمومي، و150 مليون دينار فقط لإعادة تأهيل هاك السكك الحديدية اللي هما ديجا موجودين أصلا. 150 مليون دينار صفقة متاع ملاعبي توا، ونحن نحكيو على مشروع ب60 مليار دينار. يا وليدي مستوعبين على شنو نحبوا نصدموا وشنو الريال الموجود اللي ساقين عليه في القاع؟ برنامج التوا مازال قايم الذات، نحبوا نكملوا نشريو 300 كار مستعملة نحكيو اوكازيون و200 جديدة. يعني يا ابو قلب نعيشوا في بلاد الريزو متاع السكك الحديدية الكل فيها لازمها رينوفاسيون، وراهنا مازلنا قاعدين نعملوا في صفقات نشريو في كيران مستعملة. هل الأولوية هي تي جي في بعشرات المليارات؟ مش الأولى نبديو بك الريزو متاع الاس ان سي اف تي اللي عنا، ننظموه نريقلوه نبرقشوه يولي آمن وسريع ومنظم، ناخذوا كيران محترمة ونزيدوا ديليني أخرين أقرب لبلايس ما فيها حتى ترانسبور. مش هذا كبريوريتي خير من اللي نمشيو ونصدموا على حاجة يضحكوا بها علينا العبيد ونحن بيدنا نضحكوا بها على رواحنا؟ كيو على مشروع ب60 مليار دينار مينيموم، وانتي عندك ستيك طلبت 20 مليون دينار باش تعمل مينيموم لحفظ ماء الوجه، ما مشاولهاش الفلوس؟ مش خير نصلحوا ستيقنا قادمين على عوام زرقاء وشانجمون كليماتيك، والعام هذا هاكم ريتو كيفاش، والعام الجاي نجم يكون أتعس. نصلحوا بنيتنا التحتية، نبنيو ديستاسيون جدد. مش خير نصلحوا بيه البنية التحتية متاع السوناد متاعنا اللي البورسنتاج متاع الماء الضايع اللي شابعة بيه الأرض أكثر من اللي ماشي في الريزو مستمتع بيه الناس يكون خير. مش الفلوس تمشي للمستشفيات العمومية وللمستوصفات وخلي الناس بالحق نخموا في صحة العباد يكون خير، والفلوس هذيك تتوجه الغادي يكون أحسن. كان نصلحوا الترانسبور تيريستر وطرقاتنا سورتو الجهوية المتهرئة والمتسبة في 200 ألف حادث 860 قتيل حتى التوا في 2026 يكون خير. مش خير زادة الفلوس تمشي المسالك وبنية التحتية متاع الصرف الصحي اللي نحن توا ولينا نصبوا في الشيء في البحورات والبحورات متاع الوتلة، وثم بلايص أصلا 2026 مازالت ما عندهاش بنية تحتية متاع صرف صحي. خير الفلوس تمشي المناطق صناعية ولوجستية تولي هي تديجاجيلك في الفلوس، من بعد كي تعمل فلوس تولي تنجم تصدم على مشاريع هكا كبيرة للبنية التحتية. مش خير كان الفلوس هذيا تمشي للرقمنة تولي عندك بنية رقمية للإدارة في تونس، ولا قاعدين نحن نعملوا في هكا طلب دراسات على مشاريع صعيب باش نعملوها. راهو لهنا زاد الإشكالية مش تي جي في هل هو باهي ولا خايب، يدي تي جي في راهو حاجة عملاقة راهو حلمة راهو. أما هل أنت أولوية؟ هل أنت كي باش تعملوا بعد ما تعملوا عندك بنية تحتية وعندك اقتصاد وعندك سور لو بلان سوسيال الأمور كلها منظمة باش كي تحطوا ديريكت باش يتم استعماله باش نخرجوا منه روح الزبدة؟ معناها هل أنت غدوة كي باش تعملوا غدوة واحد يسكن في القصرين ينجم يخدم في تونس، يمشي من القصرين يخدم في تونس ويروح في العشية
دي عنا نسبة بطالة لهنا يودي غارقين، وعنا نفضوا برشا امور قبل ما نخمو في الحكاية ذي. تي جي في راهو باهي كيما موعين راهو باهي، اما راهو ماهوش وقته. توا بالله نحب نهزكم لزاوية واحدة اخرى جملة، ريت من بعد ما تحبوا ولا تكرهوا بالباهي والخايب نسميو نحكيو على حلمة اليوم في تونس، بالباهي ولا بالخايب، انه باش يصير ولا ما يصيرش. تي جي في اكثر الحاجات المتطورة في العالم، نحكيو على القرن الواحد وعشرين، على التكنولوجيات والى اخره، وهالتحديث والابجريد اللي باش تصير وكل. توا هيت نحكيو على كيفاش الوزارة حلت لابل دوفر، وكيفاش هي تحب الناس اللي باش يشاركوا شنو لازم يعملوا. بليغ يقول انه مكتب الدراسات اللي يحب يشارك لازم يسحب كراس الشروط من محطة تونس بساحة برشلونة في التوقيت الإداري، بعد يحضروا العرض الفني متاعهم والملف الإداري والأوراق الإدارية ويحطوهم في ماسوات، بعثوهم بالبريد السريع أو مضمون الوصول. ما يحبوش الزوز اوبسيونات هذوما ينجموا يهزوهم ديريكتومون المكتب الضبط المركزي. البروفة اللي تكون عند مكاتب الدراسات هذيا هو ختم مكتب الضبط، اللي هذا الكل لازم يكون قبل 11 متاع الصباح اخر نهار 24 سبتمبر. ظروف تتحل الماسوات ل 11 وربع من نفس النهار، وكان ممثل الشركات هذيا يحب يحضر على فتح الماسوات هذيا لازم يجيب معاه تفويض كتابي. هذا كيفاش قاعدة تستقطب في 2026 في الناس اللي تحبهم يخدموا لك من أكثر المشاريع تكنولوجيا في العالم. الطبيعة لهنا نقول لكم قانونيا راهو هذا مسموح، أما إداريا وصورة البلاد تي مهزلة، والله العظيم مهزلة. كاتب دراسات اللي انت تحب تجي تشارك عندك تي ثم مكاتب دراسات تصدقوني أقوى من دول، والله العظيم أقوى من دول. استخال الفرنسية هذه بار اكزامبل مجال تدخلها يبدا مس اون سامبل ايتود، نقولوا سامبل بالنسبه ليها بيان سور، حتكش للترافيك فوركاستينج، حتكش للتخطيط الكلي نتاع المسارات نتاع هاللي لينيا اوت بيرفورمانس هذوم، والا تجيك ايجيس اللي عندها خبره في اكثر من 6500 كيلومتر فهاللي ليني دوت بيرفورمانس مثلا، تجيك مكتب ضبط ما يثبت الوصول. ولا تجيك ايتالفير اللي قاعده تخدم في مشروع ريل بالتيكا توا، وتخدم فيه وخادمه قبل درا قداش من مشروع دولي زاد كيف كيف. ولا تجيك دي بي انجينيرينج الالمانيه خادمه هذه حتى المشروع لا شيسير الصيني جمله خادمه ذي زاد 450 كيلومتر في السعوديه، قطار سرعته 320 كيلومتر في الساعه. برا شوف عاد في السعوديه كيفاش هزوا ولا شاركوا في اللابيل دوفر، تتخيلوها انتم مكتب ضبط وطابع وامشي راهو شيء حشم، شيء حشم. انت شنو تطلب ومن بعد كيفية الطلب متاعك، راهو شنو المشروع والآليات اللي مازلت تحب تمقط بيهم روحك وتمقط بيهم الغير معاك. على كل يظهر لي هكا فركناها الحكاية، على خاطر برشا قاعد نشوف فيهم توا يهبطوا في الحكاية هذية ويعملوا بها حتى في حملة انتخابية مسبقة. قاعدين مشروع راهو ذي ما عادش قادرة تعملوا حتى الدول القوية اقتصاديا. راهو نتمنى تونس يولي فيها تي جي في، ونتمنى تونس تولي فيها المقومات اللي تخلي سامحوني دولة تعمل على خاطر تي جي في. أمنية حياتي إن شاء الله حتى كما نعيشوها شحنا يعيشوه الأجيال اللي بعدنا واللي بعدنا. أما عنا برشا خدمة كبيرة وبرشا أولويات لازمهم يتعاملوا قبل. راي تونس مازالت تشد في الصفوف على حكايات راي تضحك. راهو خلنا نختم لكم بآخر حاجة، راهو ثم ورقة في تونس اسمها ثبوت جنسية، برمي الوراق اللي باش تهزهم راك تهز مضمون معنا باش تفهم انتي وكاو، وعاش مازلت تستحق لها ثبوت جنسية. تحياتي وكاو.